يا مساء الفل عليكِ يا ست الكل، النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن وشه مكرمش وكريمي زي بتاع اللبان بالضبط، وطعمه تحفة، وكمان شكله يفتح النفس وسهل جدًا تعمليه في البيت بخطوات بسيطة، وكمان لو جربتِ الطريقة دي ممكن تعملي مشروع من البيت يكسبِك دهب. تابعي الفيديو للآخر عشان أقول لِك كل الأسرار والطريقة المضبوطة عشان يطلع معاكِ كريمي ومكرمش وخطير. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونخش على الفيديو بتاعنا على طول. معايا 4 كوبايات من المَيّة يكونوا مغليين عشان الرز ما ياخدش وقت على النار، نُص كوباية من الرز غسلتها ونزلت بيها، وهنا باقلّب الرز مع المَيّة لحد ما الرز يغلي، أغطّي عليه واسيبه على نار هادية خالص الرز يستوي براحته. بعد ما الرز استوى تمامًا وشرب كل المَيّة بقى شكله زي ما حضرتِك شايفة كده، معايا كيلو حليب جايبينه من عند اللبان، لازم يكون من عند اللبان عشان يكون كامل الدسم، وبنحط الحليب زي ما هو كده مش هنغليه ولا أي حاجة، بس لازم تقعدي تقلبي والنار بتاعتنا هادية لحد ما اللبن يغلي عشان الرز ما يتلسعش. كده شكله بعد ما اللبن غلي وهديت عليه تعالوا نحط الإضافات بتاعتنا. معايا معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار كريم شانتيه، دوبتهم في ربع كوباية من الحليب. يا سلام بقى لو حليب شركات بيفرق جدا في طعم الرز بلبن. دوبتهم وبعد كده نزلت بيهم والنار بتاعتنا هادية. بقلب لحد ما يبدأ كده الرز تحسي اللي هو بدأ يتقل سيكة كده معاكي. هننزل بالسكر، وطبعا السكر حسب الذوق. نص كوباية الرز حطيت عليها نص كوباية من السكر. باقلِّب كده تمام، هو كده يعتبر خلص معايا. آخر حاجة باحطها القشطة، معلقتين كبار من قشطة وش اللبن بتخلّي الرز كريمي كده وجميل، وباقلِّب وهو كده خلص معانا. شايفين شكله تحفة التحفة. هنغرف الرز بتاعنا في أطباق، في كاسات، في كوبايات، اللي موجود عندِك، بس لازم تحطّي كبشتين وتقلّبي وتحطّي الكبشتين تانيين، يعني بعد كل كبشتين لازم تقلّبي. وكده تمام بقى جاهز معايا. طبعًا الرز لازم يبرد تمامًا، ما ينفعش تدخّليه التلاجة وهو كده. بامسح الأطراف كده، وانضّف الطبق بتاعي، وباسيبه على الرخامة يبرد تمامًا، وبعد كده أغطّيه وأحطه في التلاجة. طبعًا لو غطيتيه كده هيعرّق معاكِ وهيبقى مش حلو خالص، هتسيبيه يبرد